يخضع لتحقيقات وخلاف. هناك إشاعات بأنه يقول انتحر، وهناك إشاعات تقول أنه انتحر. فأين الحقيقة؟ لا أعرف ولا أستطيع أن أجيب عنها. أثر انتحار أو مقتل القائد العام للقوات المسلحة عليكم كقادة عسكريين؟ هو الحقيقة هنا يختلف، لأن أولا بعد جمال عبد الناصر ما حب ينحي عبد الحكيم عامر بعد هزيمة 67، وحددت إقامته في القصر الذي يقيم فيه، وهو حاول ان هو يعمل نوع من المظاهرة العسكرية، وبعدين يلم بعض المعاونين بتوعه اللي هم كانوا القادة ايام 67. اولا جمال عبد الناصر بعد 67 غير القيادات كلها، غير القيادات كلها. جاب فريق فوزي عملوا قائد عام وزير حربية، قائد عام وزير حربية، مو قائد عام وزير حربية دي صنوانة في عندنا يعني. وغير القيادات كلها، وشال القيادات اللي كانت بتاعت عبد الحكيم عامر، فأصبح القيادات الجديدة كلها إيه؟ موالية للرئيس عبد الناصر، كلها موالية للرئيس عبد الناصر. وكان الحقيقة القيادات معظمها قيادات بقى إيه؟ محترفة. اعتمد عبد الناصر يعني على إيه في قوة التغيير هذه التي ربما لم يستطع أن يفعلها من قبل؟ اعتمد على ان عبد الحليم عامر مهزوم، والمهزوم تبقى نفسه مكسوره يعني بقى يعني هيبقى مهزوم ويبقى فهو الفكره ايه بقى؟ ان جمال عبد الناصر قدم الاستقاله بتاعته يوم 10 يونيو 67، وطلعت المظاهرات، ومظاهرات فعلا عفويه يعني. تعتقد انها عفويه؟ اعتقد انها عفويه، لكن هناك من يؤكد الى ان هذه المظاهرات تم صناعتها وترتيبها. اعتقد لا. يعني انا مثلا كنت في الجبهه، انا لما رجعت مراتي بتحكي لي، بتقول لي لما سمعوا الخبر سمعت صوات في المنطقه المحيطه، شاهده مدنيه يعني، واخدها نقليا عنها. فانا طبعا ما كنتش موجود، ما شفتش المظاهرات دي ولا حاجه، بس كنت موجود في الجبهه. انطباع استقاله الرئيس عليك ايه؟ استقاله الرئيس عبد الناصر حينما علمتها؟ ما خدتش وقت يعني. هو طبعا كان الموقف زي ما تقول مثلا ايه، ناس في ازمه وابوهم مات فجاه، فتبص تلاقي ايه، ومفيش البديل لسه، ما حدش عارف معروف البديل، لان هو لما قدم استقالته عبد الحكيم عامر الاخر قدم الايه؟ الاستقاله بتاعته. فحسيت ان البلد هتغرق، البلد بقت فاضيه من غير راس، يعني البلد من غير راس. فطبعا كانت فتره قلق شديده، ولكن دي لم تمضي عليها بضع ساعات، يعني اقل من 24 ساعه. يعني في انظمه دول المؤسسات كان يمكن ان يحدث هذا؟ في دول المؤسسات اللي فيها مؤسسات يعني لا طبعا ما تقارناش بدول المؤسسات. لماذا؟ لماذا؟ لان هناك فرق شاسع يعني. هناك شاسع. المؤسسات عندنا كلها مؤسسات يعني موضوعة، ما هياش منتخبة، ما هياش مؤسسات يعني الحاكم هو صاحب الفضل عليها، وهي التي تكون موالية للحاكم. فما فيش مجال للمقارنة. في نظام ديمقراطي أو نظام غير ديمقراطي. النظام الديمقراطي له سيستم، والنظام اللا ديمقراطي له سيستم. فمن ناحية إن هذا ممكن إن المؤسسات تعمله، طبعا ممكن، طبعا ممكن. إنما من المؤكد إن المؤسسات فوجئت بهذا، وقد يكون مثلا يوم 11 عبقوا ناس، إنما الناس اللي زحفت إلى بيت جمال عبد الناصر يوم 10 بمجرد سماع الخبر، والشوارع بقت مكتظة ويطالبوا بعدم الاستقالة، لا يمكن ان دي تكون ايه ترتيب، لان دي عملية مفاجئة للجميع يعني. تفسير سعادتك ايه لشعب هزم على يد قائده ومع ذلك تمسك به؟ ده يدل على الكبرياء ورفض الهزيمة. الكبرياء ورفض الهزيمة. ما يدل على شيء آخر؟ ما يدل، ألا يدل ذلك على شيء آخر غير الكبرياء ورفض الهزيمة؟ والله ده يتوقف على تحليل كل واحد. أنا شايف إن هو نوع من الكبرياء ورفض الهزيمة، لأن الحرب في النهاية، أي حرب
نجاحها أو فشلها في إن هو يفشل الخصم في أن يفرض إرادته على الطرف الآخر. النجاح وصل إلى الحدود يعني الشرقية للقناة، سيطر عليها بالفعل. صحيح. هذه نصر عسكري حاسم وهزيمة ماحقة عسكرية، ولكن الحرب دايما هدفها سياسي، إن أنا أفرض على العدو أن يتصرف طبقا لإرادتي إذا نجحت يعني. طيب هو وصل إلى القناة، هل استطاع أن يفرض إرادته على القيادة السياسية؟ رفضوا. فهنا بقى الفلسفة بين الهدف السياسي والهدف العسكري. أنا هنا بتكلم كمحلل. الناس كلها ما بتقدرش تفهم فلسفة، وإنما بتفهم واقع. بتفهم واقع. ما هو هنا بقى، لأن إحنا هنا الحقيقة في مصر والبلاد العربية لا نناقش المواضيع العسكرية بحرية كافية. فعلشان كده الثقافة العسكرية بين الشعب المصري والشعوب العربية ضعيفة. إنما لما تيجي تبص للدول الديمقراطية في أمريكا وفي إنجلترا وفي الحتة دي، يا سلام، يعني ارجع إلى حرب الخليج الثانية لما كان كل الشعب بيتكلم، وفي ناس ضد انهم ان امريكا تشترك في الحرب، والناس كذا كذا، والموضوع مفتوح على مصراعيه. نفس الحكايه بالنسبه لانجلترا ايام حرب الفولكلاند. فاذا المساله بيبان ان اي حرب لها هدف سياسي، والهدف السياسي انك انت ترغم عدوك على ان يتصرف طبقا لارادتك. افرض انك انت نجحت عسكريا، وهذا معروف ومؤكد بالنسبه لحرب 67، انتصار ساحق، ولكن النتيجه ايه؟ هل أرغمت القيادة السياسية عن التصرف طبقا للإرادة؟ لا. فهذا في هذه الحالة يعتبر، ما تعتبرش نصر سياسي، تعتبر أنه فشل في تحقيق الهدف السياسي من الحرب بالنسبة لإسرائيل. سعادة الفريق، الآن الرئيس عبد الناصر قام بتغيير القيادات العسكرية، وأصبح المشير عامر والقيادات الموالية له أيضا خارج نطاق السلطة. الوضع العام الآن للقيادة السياسية ولكم كقيادة عسكرية، هل أصبح هناك توجه مباشر لإعادة بناء القوات المسلحة وترتيب البيت المصري بحيث يتم تلافي الأخطاء التي أدت إلى الهزيمة؟ طبعا. والفترة اللي هي ما بين تغيير القيادات دي وانتحار عبد الحكيم عامر، ما تنساش انها كانت فترة قلق شديد جدا. كان في مخاوف أن يتحرك عبد الحكيم. طبعا. وأنا بالذات كقائد القوات الخاصة بتشمل الصاعقة والمظلات. نعم. الصاعقة متى عينت قائدا للقوات الخاصة؟ بعد الهزيمة على طول، يعني حوالي يوم 11/12. أعتقد هذه المرة الأولى التي جمعت فيها الصاعقة والمظلات. هذه المرة الأولى والأخيرة. المرة والأخيرة، لأن قدت القوات الخاصة اللي هي تتكون من المظلات والصاعقة اعتبارا من 11 أو 12 يونيو إلى آخر ديسمبر سنة 69. بعد أن تركت القوات الخاصة سنة 69 ورحت قائدا لمنطقة البحر الأحمر، حلت هذه القيادة وعادت المظلات منفصلة وتحت قيادة منفصلة، والصاعقة تحت قيادة منفصلة، ولا زالت حتى الآن. يعني أنت سجلت سبق في حاجات عسكرية كثيرة يعني. ما كان يعني وصلني إن الضباط كانوا يعني بيتندروا بهذا، يقول لك مينا موحد القطرين يعني على إننا، لأن كان دايما في تنافس بين صحيح، المظلات والصاعقة. فلما جه واحد بيضمون الاثنين، فحاولت ان انا يعني ادمجهم في نسيج واحد، واشعر الصاعقة ان انا كما انا قائد للمظلات ومتربي في المظلات، ولكني بنظر لهم برضو كأبناء وإخوة، والحقيقة اكتسبت ثقتهم. ولكن كنا حاطين في دماغنا باستمرار ان لا زالت القيادات الصغرى والوسيطة في الصاعقة مرتبطة ارتباط بالمشير أكثر. نعم. فكنا على حذر شديد جدا عن احتمال قيام أي تحرك لصالح المشير بواسطة هذه القوات للمشير. وأنت كنت في القلق الأكبر باعتبارك قائد لهذه القوات. بالضبط. فعشان كده كنت قاعد مقيم في إنشاص مستديم يعني. لما يعني انتحر المشير واقتحم البيت بتاعه أصبحت الموقف خلاص انتهى الخطأ، وكل الناس اللي هم كانوا معاونينه وكذا وكذا قبض عليهم، فأصبح الموقف مستقر. وبعد كده سافر جمال عبد الناصر إلى
الخرطوم إلى الخرطوم مؤتمر القمة. إلى الخرطوم، وما كان يستطيع أن